الجريمة كان زوجة القتيل والقتيل والبغبغان. يطلقوا عليه اسم بودو، وهو الشاهد الوحيد في الجريمة، وهو اللي شاف اللحظات الأخيرة في حياة القتيل. قطعت وقتها رجال الشرطة التأكد إن زوجة القتيل وتدعى جولينا دورو اللي قامت بتنفيذ الجريمة. وبعد تنفيذ الجريمة حاولت الانتحار بنفس المسدس اللي استخدمته في الجريمة، ولكن المحاولات وقتها بقت كلها بالفشل. السلطات وقتها اعتقدت إن الزوجة تعرضت لهجوم غاشم أدى إلى قتل زوجها وكان هيتم قتلها. السلطات وقتها ما شكتش فيها ولو لحظة اللي هي ممكن تكون ورا ارتكاب الجريمة البشعة اللي عملتها مع زوجها. الشرطة ما كانت تتخيل أبدا اللي هي ممكن توصل للحقيقة عن طريق شهادة البغبغان. بعد مقتل مارتن قامت الزوجة السابقة وتدعى كريستينا كلير لقت البغبغان علشان يعيش معاها وتعتني بيه، ولكن كريستينا كلير وقتها لقت البغبغان بيردد عبارات غريبة جدا وبيحس كده بتفوح من كلامه الطريق للوصول إلى الجاني الحقيقي في القضية. ولكن في بعض اللحظات البغبغان كان كل شوية بيردد كلام غريب ومش مفهوم عند كريستينا، وكلام البغبغان وقتها والعبارة اللي كان بيرددها